بنص جلاش، بلفه جلاش، هتعملي احلى فطيره شرقي وش بيتزا زي اللي بتتباع عند الفطاطري بفلوس كتيره، وانا هعملها لكم في البيت نضيفه وجميله جدا جدا. يلا نشوف مع بعض. هنجيب بقى بوله فاضيه كده وهنحط نص كوبايه من اللبن اهي، معلقتين سمنه مسيحين، وده بقى مكون سحري جميل جدا جدا، هخليه زي بتاع الفطيره زي بتاعه الفطاطري اللي بره. ربع او نص معلقه صغيره بيكنج باودر اهو. معايا بقى علبه زبادي، انا هاخد منها يعني هسيب الا معلقه اهو، هي تقريبا معلقتين اهو. شايفين عملت ايه اهو، وربع معلقه صغيره خالص من الملح. دي التشريبه اللي هتخلي الفطير زي بتاع الفطاطري بالظبط، فطيره وش بيتزا. انا هعمل لكم فطيره وش بيتزا. هنقلب بقى السمنه مع الزبادي مع اللبن مع البيكنج باودر، ده المكون السحري الجميل اللي هيخليه زي بتاع الفطاطري اللي بره. بصوا اهي انا كده حضرت التشريبه خلاص اهو. هنحطه بقى، هنركنه على جنب. جبت بقى صينيه مقاس 30 ودهنتها معلقه سمنه حلوه كده، وهنحط في الارضيه هنحط واحده جلاش كده متنيه تمام. وهنحط بقى ايه، هنجيب واحده جلاش هنطلع نصها بره ونص جوه كده زي ما انا عامله كده بالظبط اهو. وهندهن من التشريبه اللي احنا عاملينها اهي، شايفين. هنعمل بقى ورقه برضو قصادها كده اهي، هندهن بقى ايه اهو كده، شايفين عامله ازاي. يبقى هنحط ورق بالطول وبالعرض كده زي ما انتوا شايفين ان انا بعمله كده، بالطول وبالعرض. وهتمشوا بقى على الخطوات دي لحد ما يخلص الجلاش منكم اهو. بصوا هنحط الورقه التانيه اهي، برضه هندهنها كده اهو بالتشريبه بتاعتنا، وبرضه هنرجع نحط تاني. اظن سهله يعني، هتعملي 2 بالطول و2 بالعرض اهو. خلاص اهي انا خلصت ده الجلاش كله، الكميه كلها. هنبدا بقى ايه، تحطي فلفل، عندك فلفل الوان حطي، بيبقى جميل برضه الفلفل الالوان، بس انا ما عنديش بقى، مش متوفر عندي. انا عندي الفلفل الاخضر اهو زي ما انا حاطه كده، شايفين انا حاطه اهي الفلفل الاخضر كده اهو. هنحط بقى الزيتون كده، اي زيتون بقى متوفر عندك اسود او اخضر، مفيش اي مشاكل. حطيت بقى الزيتون بالشكل ده. هنحط بقى ايه، بسطرمه كده، اي بقى حشوه تحطيها عندك بقى، اي حشوه بتحطيها اهو. هنحط البسطرمه بتاعتنا كده، عندك ممكن تعمليها بشكل جبن، تعمليها بالسوسيس، تعمليها بالصدق، تعمليها باي حاجه بقى اهو. حطيت البسطرمه، وهنحط بقى ايه، اي بقى نوع جبن عندك، موتزاريلا، جبنه شيدر، اي جبنه عندك اهو. عايزه لكم فطيره جميله جدا جدا، طعمها احلى من بتاعت بره، وهتوفري فلوس كتير. اللي وصل لغايه هنا يصلي على النبي عليه الصلاه والسلام، حطي لي كومنت جميل زيكم. هنغطي بقى ايه الورقه، اول ورقه من هنا ومن هنا، وهندهن زي ما كنا بندهن بالظبط اهو، شايفين اهو. هنجيب الورقه اللي من هنا اهي، وهنجيب برضه الورق اللي من هنا اللي بالعرض واللي بالطول، وهتدهنيه زي ما كنا بندهنه الجلاش بالظبط اهو. قفلتها من كل حته، شايفينه دهنتها. هنعمل ايه بقى، هنجيب بقى ورقتين من الجلاش وهنقفل الفطيره حلو جدا.
بتقفلي تحطيها من تحت كده اهي، بتقفليها كويس جدا، تقفليها من كل الجوانب كويس جدا اهي. هندهن نفس الطريقة برضو تاني اهو، وهنعملها بقى وش بيتزا. هنحط طماطم، طبعا شايله قلبها، انا طماطم شايله قلبها خالص. هنحط بقى ايه فلفل، زي ما قلت لك لو عندك فلفل الوان حطي، مفيش اي مشاكل. هنحط بقى ايه موتزاريلا كده، عايز تعمليها بقى من غير الجبنه من فوق الوش كده مفيش مشاكل، بس دي كده وش بيتزا، انا عاملاها لكم بطريقه وش بيتزا. هنبدا بقى نحط ايه الزيتون بتاعنا كده اهو، انا عايزه اقول لكم الفطيره دي رهيبه جميله، وبتشتريها بفلوس كتير جدا مع بتاع الفطاطري، وهي جميله جدا جدا، تعمليها في البيت نضيفه وجميله. صلوا على النبي عليه الصلاه والسلام. هنرش بقى ايه رشه حبه البركه كده، بصوا منظرها عامل ازاي، خطيره. انا هوريكم بس، بصوا الشكل عامل ازاي، حاجه كده في منتهى الجمال. هنحطها بقى في الفرن، واول ما تطلع هوريها لكم ونشوفها مع بعض. بصوا بقى الفطيره الجميله دي، حاجه كده زي العسل، بصوا جميله قد ايه. هنقطعها بقى مع بعض، هنقطعها كده بقى بالعرض. عايزه اقول لكم خطيره، بص بسم الله ما شاء الله، حاجه خطيره خطيره خطيره. عايزه اقول لكم اقسم بالله، بصوا عشان هي سخنه لسه، بصوا عامله ازاي، تحفه يا جماعه تحفه. عايزه اوريكم انا بقطعها عامله ازاي، مصحف تحفه. بصوا عامله ازاي سخنه بس مش عارفه امسكها، بصوا تحفه تحفه تحفه. فطيره شرقي في منتهى الجمال، بصوا عامله ازاي. انا عايزه اوريكم، انا مش عارفه اقطع لكم عشان سخنه بس جميله قد ايه. يا رب بقى الحلقه بتاعتي تكون عجبتكم، اهم حاجه عشان انا بتعب معاكم تحطوا لي لايك وكومنت جميل زيكم. كان معاكم رشا.